السلام عليكم بنات، السلام عليكم. انا غنقدم لكم الثومه اللي كتجي معجونه بحال الشكل ديال المايونيز، كتجي مزيونه وكتبقى في الثلاجه مده طويله. صراحه ربي انا كتسهل عليا الامور اللي كنعملها هيدا، كتبقى لي مده طويله. في نفس الوقت كنسى ديك ملي كنكون مزروبه ديك قشر الثومه حكه اولا عفسه. المهم هيدا كتجي بطريقه مزيونه وكطول في الثلاجه، غير تحطيه في الثلاجه كيبقى مده طويله. انا ما كنستغناش عليها. المهم عندي نص كيلو ديال الثومه قشرته هنايا، نتوما على حساب اللي بغا يعمل رابعه، اللي بغا يعمل نص كيلو. انا ملي كنكون مثلا كنستعمل بزاف كنعمل اكثر نص كيلو، هاد المره عملت غير نص كيلو. غنوريكم الطريقه كيفاش. المهم نقيت ديك نص كيلو الثومه كامل وغليت الماء، مزيان في الغلاي الكهربائي اولا اللي ما عندوش من غير الماء غاليه مضبوطه عادي تيغلى مزيان. كتكبوا على ديك الثومه كترقد على ديك الماء غليان. وفي نفس الوقت كتجيب خل تفاح، لان خل التفاح كيحافظ عليها باش كتبقى مده طويله. بحال الشكل كنعقموها، يعني كتعقم وفي نفس الوقت كتبقى مده طويله ما كتعملش الغموله وكتبقى مزيانه. كنعملو كنكبو خل التفاح معاها وكنخليوها. المهم كنحركو هادشي شويه هيدا يمشي ديك خل التفاح فيها مزيان، وكنخليوها واحد 5 دقائق مرقده في هاد الماء غليان. من بعد ما عملت لها الماء غليان وخل التفاح ترقدت 5 دقائق، ها كيفاش كتولي شايخه جديده. المهم كتولي اللون ديالها كيتفتح. كنشبروها من بعد ما استقطرناها مزيان، كنعملوها في هاد شي دايره تكون نقيه، من الاحسن تكون معمره ما استعملت. انا الصراحه ملي كنكون مزروبه كنعدلها الطريقه هذه، وإلا ما كنتوش مزروبين كترقدوها في هذا الماء 5 دقائق وكتنشفوها وكتفرشوها على شي سربيته هيدا وكتخليوها ليله كامله. تنشف على غدا كتكملوا على الطريقه ديالها. انا دابا مزروبه ما عنديش الوقت، غنعدلها بهذه الطريقه هذه. غادي نشفها مزيان. المهم غادي نمسحها تنشف لي مزيان وغنكمل معكم الطريقه ديالها كيفاش كتكون. من بعد البنات من بعد ما نشفناها مزيان ما كتبقاش فيها قطره د الماء، بيتوها نتوما الا كان عندكم الوقت. ما كانش الوقت نشفوها بالطريقه اللي وريتكم. احسن عملوا لوانتيس في يدكم باش ما تبقاش الريحه في التقشار وفي التعديل. المهم غادي نشبروا دابا غادي نعدلوها الهشوار. نوضوها في الهشوار. من بعد ما نوضوها في الهشوار غنعملوا الملح. الملح هي اللي كتحافظ عليها. غنعملوا لها معلقه قد هيدا، الا كانت نص كيلو حتى 4 معالق بحال هيدا ولا 3 كافيين. انا عملتهم عامرين غنكتفي غير ب3. من بعد كنصبروا زيت بلديه، كنزيدوا فيها زيت بلديه. اذا فيها زيت بلديه مزيان هيدا واحد الكميه. المهم ثمن كاس نص كاس ديال العنبه ولا كاس ديال العنبه على حسب الثومه اللي عندكم. وكنطحنوها مزيان. انا غنطحنها وغنرجع معكم.